انا بنصح الناس كفايه كذب، كفايه بلبله، كفايه فيديوهات، كفايه تشهير بالناس وباعراض الناس. وبناشد معالي المستشار الجليل الفاضل النائب العام بحظر النشر في قضيه الطفل شنوده، لان النشر ده ادى لبلبله وتعكير وتكدير الامن العام. ويعني ملايين من المصريين وخصوصا المسيحيين نصبوا من انفسهم خبراء، نصبوا من انفسهم اطباء شرعيين، ازعجوني، قدروني، حاولوا يدمروا حياتي بالتليفونات والمسجات على جميع انواع التواصل، الواتس والفيس والفايبر. كل واحد بيدعي ان هو عنده حل اللغز، كل واحد بيدعي ان هو عنده سر، وبيدمروا حياتنا بتليفوناتهم، بيدمروا حياتنا برسائلهم. وعشان كده انا كنت خدت قرار جد وحازم بالتنحي عن القضيه دي، لان القضيه دي ضرتني جدا 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 نفسيا وماديا واعلاميا، ضرتني جدا. لكن الشيء الوحيد اللي خلاني اعدل عن قرار التنحي هو ظهور فيديو مدام مريم اللي قالت فيه ان الكنيسه مزوره، واللي قالت فيه ان الرهبان بيخبوا مثل هذه الحالات، واللي قالت فيه ان ابو شنوده مسلم، واللي قالت فيه ان ام شنوده مدام رانيا. وان شاء الله كل ده هيثبت بالدليل المادي القاطع بالتحليل ان شاء الله كذب هذه الادعاءات كلها، وتتم محاكمتها محاكمه عاجله وعادله وتنال جزاءها من العقاب، او العكس اذا ظهر كذب كلام مدام رانيا تستحق ما تناله من عقاب اذا ظهر ان هي غير صادقه. بس انا شعوري الخاص الدفين اشعر ان مدام رانيا صادقه. شكرا. شكرا.